حول هذا الموضوع معنا الآن من مدريد مراسلنا سيدي محمد الطلبة. محمد، أهلا بك معنا. ما خلفيات بوادر هذه الأزمة الدبلوماسية التي نشهدها اليوم بين مدريد والرباط؟ صباح النور. حقيقة من الصعب جدا الحديث عن الخلفيات الآن. على الأقل ربما المغرب لم يرتح كثيرا لتصريحات أتت بها وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أخيرا حول اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصحراء مغربية. الوزيرة قالت أن القضية ليست اعتراف دولة مهما كانت عظمى، بل أن مركز الثقل في هذه القضية يعود إلى الأمم المتحدة. ربما المغرب لم يكن مرتاحا كثيرا، الحكومة المغربية، لهذه التصريحات، لكن على كل حال رغم ذلك هناك هذا الخبر، التصريحات العثماني هذه للتلفزيون المصري الخاص فاجأت الحكومة الإسبانية. وزارة الخارجية الإسبانية استدعت أمس كما قلت على وجه السرعة والسفيرة المغرب كريمة بن يعيش هنا، وطلبت منها توضيحات، ثم أصدرت بيانا قالت فيه أن إسبانيا لا تقبل من الدول الشريكة التشكيك في سيادتها ووحدة أراضيها. لكن هذا يأتي في إطار ربما بعد سنوات كثيرة من عدم حدوث أي احتكاك بين إسبانيا والمغرب واستقرار في العلاقات بين البلدين. لا ندري تحديدا لماذا هذا التوقيت، لكن ربما الصدفة هو أنه يأتي بعد تأجيل قمة ثنائية على مستوى رفيع بين البلدين كانت ستعقد في الرباط في ديسمبر الجاري، إلا أنها أجلت قيل بسبب كوفيد-19 إلى فبراير المقبل. وسنرى ماذا سيحدث من تطورات حول هذه الخلفية، إن كانت أزمة عابرة أم أنها أزمة تعيدنا إلى الأزمات التي كانت قد تحدث من وقت لآخر بين إسبانيا والمغرب في عهد مثلا الحكومة الحزب الشعبي بقيادة خوسيه ماريا أثنار في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. سيدي محمد الطلبة مراسلنا من مدريد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.